نشرت أهم المواضيع لهذا اليوم. حقق بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الألماني بشق الأنفس بعدما فاز على بورسيا دورتموند بضربات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بهدفين لكل منهما. مدرب دورتموند يعلق على خسارة السوبر قائلا: أنا لست راضيا عن النتيجة، لقد تقدمنا في الشوط الثاني ثم لعب بايرن بشكل أفضل وكانت لديه فرص أكبر خلال المباراة. يواجه ريال مدريد الأسباني نظيره مانشستر يونايتد الأنجليزي الثلاثاء المقبل في كأس السوبر الأوروبي على ملعب فيليب أرينا بالعاصمة المقدونية سكوبي. تشيلسي يلتقي أرسنال في لقاء قمة قد يشهد حدثا فريدا والتي ستقام اليوم الأحد في ملعب ويمبلي في افتتاح الموسم الجديد. ساعات قليلة لحسم برشلونة من التوقيع مع اللاعب كوتينو. الأهلي يدك شباك الانتصار بسباعية ودية. نادي الهلال ينهي عقده مع اللاعب سلطان الفرحان حيث قدمت خالص شكرها وتقديرها للاعب على ما قدمه طوال فترة تواجده بالنادي. منتخب الشباب العراقي يصل إلى البحرين من أجل خوض مواجهتين وديتين ضد منتخب الشباب البحريني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.